أكتر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد في الدوري المصري. قبل ما تسمع القائمة عايزك تقول لي لاحظت إيه قبل ما أقول لك في آخر الفيديو. رقم 5 العميد حسام حسن، سجل 24 هدف في موسم 1998 مع النادي الأهلي. 15 طارق وبيلعب كرة حلوة جوه جول جوه جول جوه جول حسام حسن. في المركز الرابع محمد شريف، سجل 29 هدف في موسم 2021 مع النادي الأهلي. لصالح عناصر الأهلي وتسديدة جول، استلمها محمد الشريف بيمناه ودار بيسرى وحطها في الجول. في المرتبة الثالثة الفدائي وسام أبو علي، سجل 29 هدف موسم 2024 مع النادي الأهلي. وسام القناص، وسام كرة في الجول في الجول في الجول، روعة روعة روعة. في المرتبة الرابعة أحمد بلال، سجل 31 هدف في موسم 2002 مع النادي الأهلي. طارق السيد يلعب كرة طويلة لبلال، خطيرة جدا بلال والتعادل المصري. في المرتبة الأولى ومن غيره أمير القلوب محمد أبو تريكة، سجل 31 هدف مع النادي الأهلي في موسم 2006. سقطها داخل المنطقة وادي ابو تريكة وبيحطها حلو جول جميل جدا، جول 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 حلو. وعلى طريقة مفتش كرومبو قول لي في الكومنتات انت لاحظت ايه في القائمة دي؟ شفت لاعب من الزمالك وانا مش واخد بالي؟ سلام.